على مر العصور ومع اختلاف الأزمنة الهلال يبهر الجميع ويقدم كرة قدم لا تشيخ. العبقري البرتغالي جيسوس يسير بالهلال بسجل شرفي نظيف، 25 مباراة جاء فيها كل شيء، متعة وأهداف وانتصارات، إلا خسارة الهلال. حتى أصبح السؤال: من يقدر على هذا الزعيم العبقري ونجومه؟ امتحان صعب لخصومه، قوة في الدفاع وهجوم ضارب. مع هذا الهلال تحتار من النجم. في كل لقاء نجم ونجمان أو اثنان يخطفان الأضواء. فريق النجومية في الهلال لا حصر له ولا عدد، وهذا دليل بأن الهلال في الملعب منظومة متكاملة تعمل للفوز فقط. قوة هجومية زرقاء تتسم بتنوع الهدافين ولا تعرف من أين يأتيك الخطر. ففي الهلال الدفاع والوسط والهجوم يسجلون. الهلال نموذج على أرض الميدان لفريق ينفذ خططه ويتحكم بخصمه ويمضي نحو مراده. قائمة متنوعة تجد في كل خط نجم يبرز وآخر يلمع، وكأن النجومية في الهلال ليست حكرا على أحد. وهذا برهان واضح على جودة العمل الإداري داخل البيت الهلالي، وبصمة مدرب يملك كافة الصلاحيات التي تجعل أفكاره واقعا على أرض الميدان. كل ما في الهلال يقول: هذا موسم الزعيم دون أدنى شك. فمن يوقف الهلال؟ الهلال يمتلك حاليا ثقافة تكتيكية بين الفرق هو الأبعد، والسبب يستطيع التكيف مع أي منافس. المنافس اللي يضغط عليه عنده حلول في الخروج، المنافس اللي يلعب دفاع متأخر عنده حل، المنافس اللي يسوي له. المدرب يمتلك أدوات يكيفها زي ما يبغى. لأن اليوم لأول مرة أشاهد الهلال ليلعب الكميات الكرات الطويلة هذه بسبب الضغط اللي يعمله فريق التعاون، وعارف أن متروفيتش الكرة الأولى له. تعودنا السنوات الأخيرة العشر تقريبا أو أكثر الهلال يفوز، ياخذ بطولة، يتصدر، لكن عمري أنا ما شاهدت الهلال بهالجدية في المباريات التالية، واحترام الخصم والقوة في الأداء والبعد عن الاستهتار واحترام مضاعف للخصم. وهذا كله جاء طبعا نتيجة شغل وعمل تشارك فيه الأضلاع الثلاثة، ولكن خصص له الفضل بعد الله الكبير أنه فرض شخصيته وجعل من اللاعب الهلالي يعني قوم كثير يتقدم مكانه، اللي أنا أشوفه اليوم من أبرز نجوم المباراة. مثلا على سبيل المثال بيت القصيد، أن الهلال يواصل انتصاراته والكلام نقوله كل مباراة بعد كل مباراة، لكن الهلال يؤكد ما بين حين وآخر أنه الهلال هو الأفضل فنيا الآن، هو الأجدر بأي فوز، لأنه عنده أدوات كسب، عنده تكامل خطوط، عنده انسجام، عنده روح قتالية. وهذه الروح يعني نادر تلقاها في هلال السنوات اللي راحت. يعني تلقاها بمباراة مباراتين 6 مباريات، لكن الهلال ماشي بانتصارات متتالية وبحماس. وبعدين ما في اعتماد على لعيبة معينين، تشكيلة المباراة الأخرى زي ما تفضلت البدلاء أفضل يمكن من الأساسيين، ولكن الهلال بهذه الشخصية الخانة صارت صعبة جدا. واي لاعب يوم من الايام او قريبا كان اللاعب اذا استبدل يزعل يعبر عن ذلك، الان ما فيه. احمد ربك اذا شاركت اساسي. وهذه الشخصيه طبعا مباركه عمل اداري يقود فهد بن نافل، فهد المفرج وكريري وكل هو والبقيه، انه احترم المدرب، جدد الثقه فيه، اجبر اللعيب عشان على ان احترام المدرب. من ذلك ظهر الهلال بهذه الروح. يعني تحترم تقول بروفيتش ولا فلان ولا آخر، كل الفريق نجوم، من الحارس اللي نبارك له أفضل حارس في أفريقيا إلى رأس الحربة. فنقول مبروك الهلال. الهلال يتصدر في الدوري وبأرقام بدون خسارة، يذهب في البطولة هذه إلى نصف النهائي. ما الذي يقلق الهلاليين؟ العين والعين حق. ما شاء الله تبارك الله. اللي يقلق الهلاليين يعني أي دروب، لكن فرصة الهلال لو تجاوز المباراتين القادمة وجاء التوقف الطويل كاس آسيا ربما الإرهاق. اللي يقلق الهلال الإرهاق، لأن صراحة مباريات ورا بعض وتداخل بطولات. الهلال بهالصورة، بهالتكامل، بهالفلسفة التدريبية،
اعتقد ما يخاف على الهلال الا من الاصابات ومن العين اللي تجي من المنافسين. 3 أهداف هلالية نظيفة تنقل الهلال إلى دور الأربعة في بطولة كأس الملك السعودي. أبو عبد العزيز، خليني أبدأ من عندك. مباراة الهلال والتعاون اليوم، يبدو أن الهلال بكل أمانة وبكل وضوح في طريقه لتحقيق ثلاثية هذا الموسم، يعني ينافس ويصارع على، أو خلينا أقول لك ينافس على كل البطولات ويقدم مستويات ثابتة، علما أن أمس أو قبل أمس الأيام اللي راحت كان الكثير يتوقع مباراة صعبة، وممكن حتى اللي كانوا رشحوا الهلال أنه يتجاوز التعاون يتجاوز بصعوبة. اليوم شاهدنا 3 أهداف نظيفة. أول شيء خلينا نبارك لجميع الفرق اللي تأهلت في أغلى الكؤوس كأس خادم الحرمين الشريفين. هو بلا شك طبعا أنت لما تنظر لها المباراة بتفصلها عن واقع اللي هو ضغط المباريات اللي عليه الفرق، خاصة الفرق اللي تشارك في كافة البطولات اللي هي الهلال والاتحاد والنصر. نعم. يعني هذه في ضغط مباريات، ضغط كثير جدا. نعم. لكن الفوارق الفنية حتى وإن كان التعاون من ضمن يمكن أفضل الفرق اللي تقدم كرة قدم في بطولة الدوري، لأن في فوارق فنية كبيرة. صحيح أن الهلال الآن لا ينافس إلا نفسه، يعني يكتسح كل الأرقام سواء في بطولة الدوري، نعم، في الكاس، في بطولة دوري آسيا، الأكثر تسجيلا للأهداف، الأقل استقبالا للأهداف، نعم، الأكثر تحقيقا لسلسلة انتصارات متواصلة. ولكن المهم في هذا الموضوع مثل ما قال اليوم مدرب الهلال الخسس، يقول صحيح أنه قاعدين ننتصر من مباراة إلى أخرى، لكننا حتى الآن، وهو صادق، لم نحقق شيء. يعني بالفعل يعني الهلال لم يحقق شيء حتى الآن. نعم. الترشيحات المسبقة عطفا على المستويات اللي يقدمها اليوم، والتاريخ لا يسجل إلا البطولات، والتاريخ لا يسجل إلا البطولات. نعم. يعني التاريخ لا يسجل إلا النهايات. نعم. النهايات الجميلة. فبالتالي لكن هذا لا يعني أن الواحد ما يتكلم عن الهلال بشكل حتى منصف. الهلال بصراحة مع هذا المدرب تحديدا قاعد يسجل أرقام كبيرة وأرقام خرافية أيضا. يعني المدرب الخسس يقول أني أنا أقلت وأنا لا أعلم عن السبب ولم أخسر المباراة. أتيت هذا الموسم لأكمل ما بدأته في الموسم اللي تمت إقالته فيه. وأنا أعتقد الآن يمكن الهلاليين كانوا لما يشوفون وضع الفريق الآن وعكس حتى البدايات حتى، لأن الفريق كنا نقولها دائما الحكم على الفريق في بداياته صعب، لأن الفريق مر بفترة تغيير جلد كبيرة. نعم. الآن الوضع مختلف. أنا أقول حتى الهلاليين الآن اللي كانوا يعني يقولون يعني لو تصور لو خسس ما أقيل 2019 وش كان بيكون الوضع؟ عاد الأسوأ من ذلك من طالب بإقالته في بداية الموسم. كيف سيكون وضعهم الآن؟ تصور أن المدرب أن إدارة الهلال ما كانت إدارة عندها أسس وإدارة مؤسسة بشكل جيد وتعرف العمل الذي يقدم في الداخل ولا عليها من الأصوات اللي في الخارج. تصور وضع النادي كان بيكون حاله كيف لو كانت تمت إقالة خسس. نعم. اليوم شفنا الهتاف باسم خسس، طبعا هو كان يكرر هذه النقطة. إلى الآن لم يهتف الجمهور باسمي. اليوم في نهاية المباراة هتف الجمهور باسمه وهو يستحق يعني. نعم. حتى اللاعبين لما تشوف اللاعبين تشربوا طريقته، عندهم انصياع تام وقبول. لأنه ليش؟ لسبب وحيد، لأنه هذا المدرب وجد إدارة تدعم قراراته. أنا أقول تدعم قراراته صحيحة طبعا، ما هي الخاطئة، ولا لو كانت خاطئة أكيد أن إدارة الهلال تكون في وضع الملام يعني. أي. أو وضع أن الجمهور يعاتبها لأنها ليش تدعم هذا المدرب. لكن شوف الناتج النهائي، برغم أنه طبعا احنا نتكلم عن بعد مضي الجولات 16 جولة. نعم. الدوري 16 جولة والآن الهلال يتأهل إلى نصف النهائي وأيضا يتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا. نقول كيف كان سيكون عليه الوضع لو لم يكن خسس موجود في الهلال.
نعم. أعيد وأكرر زي ما قلت في حلقات سابقة أنه الإشكالية أن نخصص فترة العقد مع نادي الهلال هي موسم واحد. أنا نعم. أتمنى أن يعاد النظر في هذا الموضوع بناء طبعا على رغبة الطرفين. الرغبة أكيد أنا بحكم أني مهتم بالشأن الهلالي وأعرف الهلاليين يرغبون باستمرار المدرب خصص. نعم. طبعا ما أدري عن رغبة المدرب، ممكن له وجهة نظر، للي يتابع مسيرته انه ما يستمر اكثر من موسم مع الفرق. جميل. علي الزهراني، انا اقول لك انا انتظر، انا كمتابع او كمحايد اقول متى يعني ننتظر اللحظه اللي نقول فيها هارد لك يا هلال. بس في نقطة مهمة يا علي، أنت أشرت إلى أن الفارق في الهلال عن بقية الأندية في اللاعب المحلي، ترى حتى على مستوى اللاعبين الأجانب شوف الأندية اللي دعمت واستحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة و يعني خلينا أقول لك تعاقدت مع لعيبة نجوم عالميين، كل الأندية تشتكي أو غير مقتنعة في مستويات بعض اللاعبين، عدا الهلال كل اللاعبين الأجانب مستوياتهم متميزة. شوف الهلال ما في يعني تشعر برضا تام من الرأي العام الهلالي تجاه اللاعبين الأجانب الموجودين كلهم. أنا بقول لك شيء، إحنا يعني يجب أن نفرق في أشياء كثيرة. أحيانا في ردة فعل عاطفية أو ردة فعل التعصب خارج أنا لما أنظر لها بميزان الحياد التام والموضوعية أقول الهلال ترى، وقلت هذا الكلام في حلقات سابقة، أنه يغرد خارج السرب في كل شيء. نعم. حتى في اختيارات اللاعبين الأجانب. نعم. يعني قلناها أنه رئيس النادي لما يأتي في الأندية الأخرى أحيانا أغلب رؤساء الأندية يجي لتحقيق الأضواء وتحقيق اقتباس الإعلام ويرحل دون أن يقدم أي إضافة نوعية للفريق اللي يرأسه. نعم. الهلال العكس، الهلال يسير بعملية مؤسسية تامة حتى في نوعية اختيار اللاعبين الأجانب. جميل. وهذه أعتقد أنه في لجنة فنية. نعم. داخل الهلال بصرف النظر عن الإدارات، لكن اختيار النوعية اللي تمثل الهلال يتم اختيارها بشكل متقن وبدرجة كبيرة، وأعتقد أنه في خبراء من خلف الكواليس هم من يقودون. نعم. دفة العمل الفني لصالح نادي الهلال. سامي مؤمن، فوز الهلال على التعاون ب3 أهداف مقابل لا شيء. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. رحب فيك ورحب في كافة الزملاء والمشاهدين والمشاهدات لبرنامج الديوانية. الله يحييكم. أنا أشوف أن الهلال دائما يفرض شخصية الفريق البطل على الفرق المنافسة له. يعني الهلال فريق التعاون مو فريق بسيط ولا فريق يعني من الفرق المهزوزة أو المتدنية المستوى. لا، التعاون فريق عالي جدا جدا من الناحية الفنية، لأنه عنده لاعبين أجانب حقيقة متميزين، لكن رغم هذا ما استطاعوا أنهم يجارون الفريق الهلالي لعدة أسباب. يعني الهلال فعلا تشوف فريق شخصية فريق بطل، الخطوط الثلاثة مترابطة، الحارس المغربي ياسين أعطى لخط الظهر وللفريق وللجهاز الفني والإداري والجمهور. نعم. يعني أمان كبير على المرمى، فهذا شيء ما هو سهل. يعني حتى شفت كلام بينه وبين علي البليهي، يعني قال الكابتن علي البليهي الحمد لله أن ياسين تعاقدنا معه. فأنت لما يصير عندك حارس بهذا الحجم، يعني أنت تتكلم عن طمأنينة. أنا أشوف أنه يعني أعاد الطمأنينة اللي كان يعيشها الهلاليين مع محمد الدعية. اليوم ياسين نفس الشيء، مع احترامي وتقديري لمسيرة الكابتن عبد الله معيوف في نادي الهلال. كانت حقيقة مسيرة متميزة، واليوم حصل على جائزة أفضل حارس في أفريقيا. نعم، وهو يستحق، يعني يستحق. نعم. أنت تتكلم عن حارس مرمى كان في أشبيليا وكان في كأس العالم. نعم. نجم كبير جدا. اللي أنا حقيقة النقطة السلبية اللي أنا ما حبيتها، الثانية اللي أنا ودي أشوف في مؤتمرات السيد خسس، واللي أنا عندي يعني معلومة مؤكدة أنه جدد لنادي الهلال لعام آخر، وأعتقد إدارة الهلال ستعلن ذلك في شهر يناير القادم. هذه معلومة للديوانية أبو فهد. لا، معلومة للديوانية. نعم. لكن أنا بعلمك أنا قبل ما أقول لك معلومة للديوانية. الجماز هلالي وما كان عارف. طيب اصبر عشان ما تشركنا في بعض، عشان ما تشرك البعض. ها؟ شوف أنا بعلمك في حاجتين، هذا في ناديين، الهلال والنصر. ها؟ لو تأتي نملة وتدخل الناديين لعلم بها سعود الصرامي عفى الله عنه.
ما شاء الله تبارك الله. علشان كذا اللي يبغى يدخل في نفي على كيفه، لاني انا لست يعني مو كلام بالنفي للناس، لكن في النهايه هي الايام اللي تثبت. نعم. الغريبه ابو فهد بكمل الاشياء المعلنه ما تدري عنها. بكمل لاني انا ذاك اليوم انا احب اقول الشيء وبعدين اللي يبغى ينفي. نعم. واللي يبغى يثبت، لكن اهم شيء لا يكون في تجريح. نعم. اقولها لك الحاجه اللي انا أقولها لك وأكررها، لو دخلت نملة إلى نادي الهلال أو نادي النصر لعلم بها سعود الصرامي عفى الله عنه. هذا اختراق هذا واحد من زمان. لا مهنية دي، ما هي اختراق، مهنية. أنا ما أحب العبارات. طيب. الحاجة الثانية، خسس دائما في مؤتمراته الصحفية يتحدث عن النصر. يعني مثلا من حديث عن النصر يقول أنا الهلاليون والرياضيون يشاهدون الهلال من دون نيمار، وأتمنى أن أشاهد النصر من دون كريستيانو. نعم. طيب أنا عندي لك رد يا أخ خسس. الرياضيون والنصراويون تحديدا يتمنون مشاهدة فريقك بدون ضربات جزاء، ممكن؟ طيب. الدوري انتهى للهلال يعني احنا لسه في الجولة 15 و16 و17 كذا، والدوري انتهى للهلال. وحتى الدكتور يعني الله يمسيه بالخير ابو محمد جاسم الحربي قال انه مباراة الهلال والطائي مناورة. لما نصل الى هذه المرحلة يا اخي احنا لازم يعني نحيي المسابقة بافكار جديدة. انا يعني 1411 عام تقريبا 90 91 لما صار في فوارق، الشباب كان طالع فوق مرة مع النصر وبعدين الفرق الثانية، ظهر نظام المربع الذهبي. طالما اني انا بتكلم عن ان البطل الان من الجولة 16 و17 انه الهلال، يعني كذا كان يقول للجمهور لا عاد تجون، للمشاهدين لا عاد، خلاص البطولة انحسمت. فانا اقول ليش ما الهلال والتعاون انا اعتبره من نجوم المباراة. لما صار الضغط عليه من لاعبين التعاون، راح لتقنية الفار، هو راح وتأكد من اللقطة. أنا أقول لك الهدف صحيح، لأنه هو راح لتقنية الفار وشاهد اللقطة وتأكد. علشان كذا أنا أقول احتجاج التعاون بالذات مدربة وعدد من نجومها الأجانب بين الشوطين بعد نهاية الشوط الأول احتجاج غير مستحق، لأنه فعلا الهدف صحيح 100%. نعم. هدف أعتقد ميشيل، هدف صحيح 100%. طيب هذا الهدف لأن الحارس هو اللي راح الرقم 22، مو رقم 22 الهلال اللي راح للحارس. أثناء لعب الكرة بالعرض حارس مرمى نادي التعاون هو اللي ذهب للاعب الهلال اعتقد اسمه سافيتش رقم 22. فاعتقد نعم الهدف صحيح 100%. حارس التعاون ابو هادي بعد المباراه يقول هذه اللقطه في جميع حكام العالم يحسبونها خطا لحارس المرمى. شوف الحارس يعني شوف الحارس ولا راح. شوف يا ابو نواف، هو لان هذه شوف ما في تدخل فيها، ما فيها يعني واضحه، ما ادري فيها شيء ولا ما فيها شيء، واضحه ما فيها شيء. الشيء الاخر مشكلتنا انه مبروك نادي الهلال وهارد لك لنا. يعني المباراة اليوم بشكل عام كنا كويسين ما كنا سيئين. باعتقادي انه كان في نقطة تحول في المباراة في الشوط الاول اللي هو الهدف اللي باعتقادي انه هدف غير صحيح، يعني في دفع واضح في المنطقة المحرمة لحارس المرمى في خط الستة. هذه كانت نقطة التحول في المباراة. والله يشوف المحللين التحكيميين كل واحد له رايه، لكن احنا نشوف في عيوننا ونشوف فيه تلامس على يعني حارس المرمى في المنطقة اللي كان فيها يعني هي منطقة حارس المرمى. يعني هذا الشيء المعروف، الاختلاف وارد، لكن أنا أشوف أنها فاول وكانت نقطة تحول في المباراة. والله تكلمنا كثير أنه إحنا يعني يا تجيب لي حكام نخبة. الآن أنت على سبيل اللاعبين المحترفين، إذا ما تجيب محترف أفضل من اللاعب اللي عندك أنت ما استفدت. فأنا يا أجيب حكم نخبوي أفضل، ولا ترى حكامنا السعوديين أفضل، وقاعدين نشوف أخطاء من حكام عموما. حكام أمريكا اللاتينية لا يعتبرون حكام من النخبة. يا جيب لي حكام من أوروبا، من إنجلترا، من إيطاليا، من إسبانيا، الأسماء المعروفة، الأسماء اللي فعلا تحقق إضافة للدوري، ولا ما في فائدة. حالة اللي كان فيها كلام كثير وهي تعتبر حالة جدلية هي الحالة اللي هدف ميشيل في دقيقة 45 نهاية الشوط الأول. طيب
بص بقى، خليني اقول لك برضو من دواعي استغرابي ان بعض المدربين والمديرين الفنيين الكبار وبعض اللاعبين ما زالوا معتقدين ان لحارس المرمى حمايه خاصه داخل منطقه ال6 ياردات. هذا الكلام عفى عليه الزمن منذ اكثر من 15 او 18 سنه. تغير النظام. تم الغاء هذا الموضوع بنص في القانون، بمعنى انه حارس المرمى زيه زي بقيه اللاعبين. الميزه الوحيده ان هو يلعب بايديه ويستطيع جوه منطقه جزاءه يلعب بايديه، غير كده ملوش اي ميزه تانية. انسى بقى انه حارس مرمى، وشيل من حساباتك انه حارس مرمى وخليه هو يتنافس مع المهاجم والمدافع. لا توجد طبعا مخالفه، لا توجد اي مخالفه. هذا احتكاك في كره القدم موجود في كل وقت، واحنا بنجيب حالات كتير لاهداف بيبقى فيها المهاجم طالع ويلعب الكره وهو محتك بالمهاجم وبيسقط المهاجم. انا بتفق مع الحكم هدف صحيح، لا توجد مخالفه. مشاهدي ومشاهدات، نبدا باول مباراه الهلال والتعاون التي لعبت في هذا اليوم مع الارجنتيني اندريس مورليس. صحيح، طبعا عندنا حالتين في هذه المباراه. نتابع الحاله الاولى في الدقيقه 47، وطبعا هدف الهلال الاول المسجل اللي كان في مطالبه من لاعيبه التعاون بوجود مخالفه من مهاجم الهلال على حارس المرمى، لكن احنا دائما في تحليلنا من تقريبا خلينا نقول احنا من سنوات، ولكن تحديدا ايضا لو نرجع للحالات المشابهه هذه من بدايه الموسم بنلقى انه هنا طالبنا باستمرار اللعب، ودائما نقول انه في الحالات الاحتكاكات البسيطه اللي الحارس يجي هو من ينافس المهاجم، وبالذات المهاجم هنا لم يعمل مخالفه، بنشوف هنا المهاجم قفز للعب الكره، والحارس ايضا بنتابع المهاجم لم يقم باستخدام اليد للدفع ولا حتى وضع اليد على الوجه، ولا يوجد هنا أي مسك ولا مخالفة، وبالتالي هنا قرار الحكم سليم باحتساب هدف الهلال لعدم وجود أي مخالفة. وبالتالي هنا أيضا كنا نتمنى من حكم الفيديو ما يستدعي الحكم لهذه الحالة على اعتبار أنه لا يوجد مخالفة، لكن ممكن يكون بعض الحكام ترى هو اللي يطلب هذه الحالة للمشاهدة نظرا للاحتجاج الكبير اللي صار من لاعيبة التعاون. نعم. مجملا هو راح شافها بالتقنية واحتسبها وقرار سليم من الحكم. نشوف الحالة الثانية معنا والأخيرة في هذه المباراة في الدقيقة 91 نهاية المباراة. بنشوف طبعا هنا هدف الهلال، الكرة اجتازت قبل لعبها من اللي هو متروفيتش، يعني اللي سجل الهدف هو ميشيل. بنتابع الحالة الثانية في هذه المباراة، بنشوف الهدف الملغي لفريق التعاون، طبعا تم إلغائه من الحكام مباشرة بدون الرجوع لتقنية الفيديو. نلاحظ هنا بدون أيضا استخدام التقنية ولا حاجة لاستخدام التقنية، لاعب التعاون كان متقدم على ثاني آخر مدافع من فريق الهلال، وبالتالي قرار سليم. وأيضا بوجود التقنية بنشوف تقريبا جزء كبير من لاعب التعاون في موقف تسلل. إذن هنا الحكم الأرجنتيني نجح بقيادة المباراة 8.4 في هذه المباراة.